السلام عليكم، تحية طيبة إلى جميع المتابعين. قبل أن نبدأ خبرنا إلى هذا اليوم، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم جميع الأخبار المهمة والحصرية. لنبدأ على بركة الله خبرنا لهذا اليوم. أكد القيادي في الإطار التنسيقي جمال حسن ليوم السبت أن رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني وضع 5 مسارات لمكافحة الفساد في المنظومة الأمنية. وقال حسن في حديث صحفي أن الفساد ظاهرة مستشرية في جميع مؤسسات الدولة العراقية وأسبابها متعددة، لكن ضعف الإدارة الحكومة السابقة ساهمت في تفاقم المشكلة بشكل أكبر. وأضاف أن رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني وضعت 5 مسارات مهمة لمكافحة الفساد في المنظومة الأمنية. بدأت أول مراحلها بتفكيك مافيات تهريب النفط في الجنوب التي ساهمت بالإيقاع بعدد من المتورطين بها، بينهم ضباط كبار، مؤكد أن العمل جاري في قطاعات أخرى. وأشار إلى أن معالجة الفساد في أهم مؤسسات العراق يحتاج وقت، لكن نأمل أن تثمر الإجراءات في تجاوز مشكلة معقدة جدا تؤثر على الأمن بشكل مباشر. وشهد العراق خلال الأيام الماضية سلسلة من الاعتقالات مهمة لقيادات أمنية رفيعة المستوى متهمة بالفساد. وإلى هنا ينتهي خبرنا إلى هذا اليوم. أشكر كل شخص تابعني إلى هذه اللحظة. دمتم في أمان الله وحفظه.